مرحبا بالجميع. اليوم راح نتكلم عن واحد من أهم المشاريع في السعودية، مشروع مترو الرياض. تخيلوا معي 6 خطوط مترو أنيقة، 85 محطة حديثة، وقطارات كهربائية بدون سائق تجوب قلب الرياض. كل هذا جزء من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، وهو مشروع راح يغير كل شيء. خلونا نشرح الموضوع أكثر. مترو الرياض مصمم ليربط كل أجزاء المدينة، مع خطوط تمتد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وفي كل مكان بينهما. تخيلوا تركبون الخط الأزرق من الشمال وتوصلون للجنوب بكل سهولة، أو تركبون الخط الأحمر عشان تنتقلون بين شرق وغرب الرياض بكل سلاسة. مو بس موضوع إنكم تنتقلون من مكان لمكان. مترو الرياض مليء بالتكنولوجيا المتطورة. نتكلم عن قطارات كهربائية بدون سائق، أنظمة ذكية لإدارة الجداول الزمنية، وتقنيات صديقة للبيئة للحفاظ على كوكبنا أخضر. والآن خلونا نتكلم عن المحطات. محطة مركز الملك عبد الله المالي، تصميمها معماري رائع. محطة العليا تقع في قلب المنطقة التجارية النابضة بالحياة. ومحطة مطار الملك خالد الدولي مثالية للوصول بسهولة للمطار. لكن وش التأثير الحقيقي؟ سهولة أكبر في التنقل، تقليل الازدحام المروري، وهواء أنظف. بالإضافة إلى ذلك أسعاره مناسبة. التذاكر اليومية ب25 ريال فقط، وهناك خصومات للطلاب وكبار السن وغيرهم. مكسب للجميع. وبالنسبة للمستقبل، مترو الرياض راح يتوسع أكثر ويوصل أحياء جديدة ويتكامل مع خدمات النقل العام الأخرى. هذا أكثر من مجرد مترو، إنها خطوة نحو مستقبل مستدام ومترابط للرياض والمملكة. لذا في المرة القادمة اللي تتزورون فيها الرياض، اركبوا المترو وجربوا مستقبل النقل في السعودية. شكرا للمشاهدة. لا تنسون اللايك والاشتراك لمزيد من المعلومات عن المشاريع الرائدة مثل هذا.